هذا مشروع ب 58 مليار. يعني الصين ما يدرون اسمهم مستخدم لغرض إحالة مشروع، ما يدرون الصينيين. قالت لهم انا ما مقدم على هذا المشروع. شلون حلتوا انه احد الاوراق الان نشوفها هو مقدم الى هيئه النزاهه. هذا مشروع ب 58 مليار، مشروع استثماري، لكن تم احالته الى 58 مليار. مشروع يعود الى وزاره الاعمار والاسكان، تم احالته الى شركه لا تعلم الشركة بإحالة المشروع إليها، وقامت شركة أخرى يعني من بعملية تلاعب وتزوير بأخذ المشروع دون علم الشركة الأولى من خلال تدخل أحد المتنفذين، لأن الشركة مالته مو مطابقة للمواصفات. جابوا هذه الشركة الأم الأصلية دخلوها بدون علم صاحبها الأصلي اللي هي تعود لأحد الدول، هي شركة صينية. يعني الصين ما يدرون اسمهم مستخدم لغرض إحالة مشروع، ما يدرون الصينيين، وهذا باسمهم. فهذا المتنفذ ايش سوى؟ لأن شركته ما بها المواصفات المطلوبة، دخل الشركة الصينية بكل أوراقها وأحال المشروع لها، ومن ثم قام بتغيير حرفيا من المصطلح الصيني حتى تبقى شركته هي تجي، وجار شركته خلاها تاخذ المشروع. تفاجأت الشركة الصينية الأم ان اسمها وبعض المقاولين قالوا لها هذا المشروع يعني نبارك لكم عليه. قالت ما نقدم على مشروع بالعراق. هذا منين اجى المشروع؟ قالوا شلون دزوا اسمه؟ قال هذا اسمك. قامت عليهم دعوة، قالت لهم انا ما مقدم على هذا المشروع، شلون حلتوا انه؟ وبعد ذلك قمتوا بتغيير حرفيا من اسم الشركة مالتنا حتى يتم اعطاء لشركة اخرى لا تمتلك المواصفات ولم تعمل في هذا المشروع وليست لديها الامكانية والخبرة في هذا العمل. هذا فقط اختصاصنا هذا العمل. هاي عملية التلاعب تخطر على بال ابليس والشياطين